هلأ صار الوقت لحتى أشارككم بأطيب وأشهى كيكة بعملها بارتفاع 12 سنتي. ما شاء الله، شوفوا لي هالكيكة ما أحلاها وما أحلى ارتفاعها، ما بتتخيلوا قديه طيبة. وعدتكم إنها رح تنجح معاكم من أول مرة، بس انتبهوا للفيديو للنهاية لحتى أقولكم عن كل الأسرار لينجح معاكم الكيك. وقبل ما نبلش بوصفتنا لليوم، حابة أقولكم كتير محتاجة دعمكم هاي الفترة، يا ريت ما تبخلوا علي أبدا باللايك للفيديو لأنه اللايك كتير مهم. تابعوا على الصفحة ليوصلكم كل جديد أنا بقدمه، وأكيد كتير بحب أشوف تعليقاتكم يلي بترفع من معنوياتي. في البداية رح أحتاج لقالب كيك. لازم قالب الكيك يكون عندي مرتفع. حجم قالب الكيك 22 سنتي. أنا بصراحة بفضل قوالب الألمنيوم لأنها بتوزع الحرارة بشكل متساوي. رح أضيف على القالب معلقة كبيرة من الطحينية ورح أبدأ بدهنها بهذا الشكل. لو مو متوفر عندكم طحينية فيكم تضيفوا الزيت مع رشة من الطحين. وهلأ بصحن كبير رح أضيف 4 حبات من البيض. لازم يكون عند البيض حجمه كبير ولازم يكون بدرجة حرارة المطبخ. أدخلهم تقريبا معلقة كبيرة من الفانيلا السائلة أو من الفانيلا الباودر لو مو متوفر سائلة. برش حبة برتقانة كاملة. بنزل برش البرتقان وهلأ بالمضرب اليدوي رح أبدأ أحركهم كتير منيح. كتير مهم عنا نخفق البيض كتير منيح. طبعا رح أخفقه هلأ ورح أضيف عليه السكر. بالنسبة للسكر رح أحتاج لكوب مع كوب إلا ربع من السكر. طبعا ممكن تقللوا شوي السكر، ممكن تضيفوا لعند كوب ونص، بس بصراحة كوبين إلا ربع كتير مناسب. ببدأ بإضافة السكر بشكل تدريجي مع الاستمرار بالخفق. وهون الخفق لازم يكون عندي لمدة ما بتقل عن 5 دقايق حتى يصير عندي الخليط كثيف وشوية لونه أفتح. طبعا أكيد فيكم تستخدموا المضرب الكهربائي أو مضرب الكيك، ما بيفرق، بس أنا حبيت أعملها اليوم معاكم بالمضرب اليدوي لحتى أسهلها عليكم. وأنا رح أحتاج لكوب إلا ربع من الزيت النباتي. رح أنزله بشكل تدريجي مثل الخيط. كتير مهم إضافة المكونات بشكل تدريجي لحتى نتأكد إنه كل المكونات اختلطت وتجانست سوا كتير منيح. وهلأ رح أحتاج لكوب من عصير البرتقال. رح أنزله كمان بشكل تدريجي مع الخفق المستمر. وهيك بكون خلصت من المواد السائلة. هلأ رح أنتقل للمواد الجافة. رح أحتاج ل3 أكواب من الطحين متعدد الاستخدامات. وطبعا أنا نخلت الطحين كتير منيح. أضيف على الطحين معلقتين صغار مليانات من البيكنج باودر مع ربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا أو من الكربونة، وربع معلقة صغيرة من الملح لحتى يزبط لي الحلاوة. رح أحركهم كتير منيح. وهلأ ببدأ بإضافة المواد الجافة على المواد السائلة كمان بشكل تدريجي مثل ما عم بتشوفوا. بحرك باتجاه واحد. أول ما ألاحظ إنه الطحين أو المواد الجافة بلشت تذوب عندي ما ببالغ بالخفق مباشرة، بنزل كمان الكمية وبستمر بهاي الخطوات لحتى تخلص عندي الكمية كاملة. حابة أذكركم وأقولكم لو ما عملتوا لايك للفيديو يا ريت ما تنسوا تدعموني باللايك، لأنه اللايك كتير مهم لدعم الصفحة واستمرارها. وهيك صار الخليط عندي جاهز. كتير مهم أول ما يخلص عندي الخليط مباشرة أضيفه على قالب الكيك. وبعد ما أضيفه على قالب الكيك كتير مهم أدق قالب الكيك بالطاولة. ورح أفرجيكم الحركة يلي رح تخلي عندكم سطح الكيك كتير مرتب، وبنفس الوقت رح يكون شكله حلو ومو كتير متشقق من فوق. خبروني بالتعليقات كنتوا تتخانقوا مع اخواتكم على بواقي خليط الكيك اللي كان يضل بالصحن ولا بس انا واخواتي؟ دقيت القالب بالطاولة كتير منيح. وهلأ لحتى يطلع عندي السطح مرتب بجيب عود خشبي وبمرقه بهذا الشكل. وهيك رح يطلع عندكم وش القالب حلو ومو مشقق. بدخل القالب على فرن محمى قبل ب10 دقايق على الرف الوسط، وما بفتح على الفرن ابدا اول 30 دقيقة. بعد 30 دقيقة بتشيكوا على الكيكة اذا استوت ولا لا. هي تقريبا رح تاخد معاكم وقت 50 دقيقة ل 55 دقيقة. طبعا بنشيك على الكيكة اذا استوت ولا لا بعود خشبي. لو طلع العود ناشف بيكون 100%، ولو طلع شوية فيه شوية خليط بيكون لسه بده يبرد شوي او يستوي شوي. على قد ما جربت كيك بضلها هاي الوصفة الأولى بالنسبة لإلي كتير طيبة. بنصحكم تجربوها، رح تحبوها كتير. كالعادة يا ريت ما تنسوا اللايك للفيديو لأنه كتير مهم. المتابعة على الصفحة ليوصلكم كل شي جديد. واكتبوا لي أكيد بالتعليقات تجاربكم وآرائكم. وصحتين وعافية مقدما.